في الفيديو ده هتكلم معاكم عن الميكروويف تورنيدو 32 لتر، مميزاته، عيوبه، طريقة استخدامه، كل حاجة تخص الميكروويف ده هتكلم فيها في الفيديو ده بعد استخدام 2 سنين من الميكروويف. اول حاجة ده الزرار اللي بيفتح الباب، بفتح الباب بالطريقة دي. الملحقات اللي بتيجي مع الميكروويف، طبق الميكروويف اهو، بيجي كمان معاه العجلة دي، وبيجي القطعة اللي في النص دي. بركب القطعة دي اهي، بركبها كده، بحط العجلة واسكن فيها طبق الميكروويف. ال3 سنون بيكونوا عكس بعض عشان يلف الميكروويف. تمام كده، دي اول حاجة. طريقة الاستخدام بقى، اول زرار هنا ده زرار الميكروويف اللي بيبين لك الميكروويف شغال بقوة قد ايه. هنا عندي شغال بقوة 100 درجة، يعني اعلى درجة في الميكروويف. بتحكم فيها في البكرة دي 10 20 30 40 لحد 100. طب ال10 دي انا بعمل بيها ايه؟ بسيح بيها مثلا شوكولاتة، بدل ما اعمل حمام مية وكده بشغل الميكروويف على قوة 10 وبسيح في الشوكولاتة. بس في الطبيعي انا بخليه على اعلى قوة لان انا بستخدمه كده على طول. طيب انا عايزة الغي الكلام ده، في هنا زرار اسمه ستوب كلير، بضغط عليه ضغطة بيلغي كل اللي انا عملته. طيب الزرار التاني ده الجريل، انا بضغط عليه ضغطة بيشغل الجريل، وممكن بشغل الجريل والميكروويف مع بعض. تمام، يعني بشغل الجريل الشواية اللي فوق والميكروويف كمان معاه. بختار اللي انا عايزاه، بأكد، بعد كده بختار الوقت اللي انا هعمل فيه الطبخة، معايا لحد 1.5 ساعة اهو، لحد 95 دقيقة مثلا. هختار ال95 دقيقة 1.5 ساعة وبشغل الميكروويف. بس انا ما بستخدمهاش، يعني انا للامانه انا ما بسويش في الميكروويف، فانا ما بنصحش بيها. نلغي. نيجي بقى للزرار ده الدي فروست اللي هو اذابه التلج. بحط الحاجه مثلا، بكون انا عارفه مثلا ميزان الحاجه دي قد ايه، يعني هنقول مثلا نص كيلو. بضغط عليه بيجيب لي علامه الدي فروست. بعد كده بحدد الميزان اللي موجود في الميكروويف اللي هو النص كيلو، وببدأ اشغل. هو بيعمل لي الوقت اللي محتاج الحاجة دي ان هي تدوب يعني. تمام، نلغي. طب الزرار اللي جنبه تايم ديفروست، ده انا مش عارفة الحاجة اللي جوه دي ميزانها قد ايه، بس عارفة هي عايزة تاخد وقت قد ايه وتسيح. بضغط عليه وبختار الوقت اللي انا محتاجاه، هنقول مثلا 2 دقيقة، وبأكد. خلاص كده انا ضغطت على 2 دقيقة بيشتغل. بلغي. تمام، نيجي بقى للزرار ده اللي هو الكلوك. بضغط عليه، هنا انا بظبط الساعة، يعني هنقول مثلا دلوقتي الساعة 5 اهي ونص. بضغط تاني كده، خلاص انا حددت الساعة. بحدد بقى الدقايق من نفس الزرار، بضغط ضغطة ونص، بفضل الف بالبكرة لحد ما اجيب 30 ثانية وبأكد تاني. كده خلاص انا ظبطت الساعة. تمام. ستوب كلير ده احنا قلنا ان هو بيلغي اي عملية انا بعملها هنا في الميكرويف. اي حاجة بضغط عليه مرة، التانية بيصفر لي خلاص العداد. ده الستارت اللي بشغل بيه الميكرويف او اي عملية اختارها بشغل بيه. تمام. لو ضغطت على الستارت ده من غير ما اعمل اي حاجة، مثلا هنقول انا معايا رغيف عيش هياخد مثلا 30 ثانية، فبضغط على ده 30 ثانية. معايا رغيفين مثلا دقيقة، كل ضغطة بيزود 30 ثانية. تمام. هرجع تاني. البقرة دي بقى تخص الحاجات دي، يعني هنا اول حاجة بيتزا، تاني حاجة بوتيتو، ميت، فيش، فيجيتابلز، يعني الحاجات دي اللي هو اللي بيسويها وهو عارف هو بياخد وقت قد ايه. كده قلنا ان البقرة دي بتخص البروجرام ده،
بختار مثلا البيتزا A1، بأكد. بعد كده بختار الوقت اللي هو محددهولي، هنقول دقيقتين او 4 دقايق زي ما انا عايزة. هختار دقيقتين وبعد كده هأكد. تمام، بيشتغل معايا. الغي. نيجي مثلا انا عندي اطفال وخايفة ان هما يلعبوا في الميكرويف، بضغط على الزرار بتاع ستوب وكلير 5 ثواني، بيقفل عندي الميكرويف. الزراير كلها كده مش شغالة. تمام. طب انا عايزة الغيه، نفس الزرار بتاع ستوب وكلير بضغط عليه حوالي 5 ثواني، على طول القفل بيتلغي. تمام. ده كده بالنسبة لمميزاته. اما بالنسبة لعيوبه، هو مفهوش اي عيوب الحمد لله، الا عيب واحد بس، وده يعني بسيط جدا، ان اي حد بيحط ايده على الازاز بتطبع، فعايز نظافة باستمرار. لكن هو كجهاز ما شاء الله هو مش محتاج اي حاجة، مفيهوش اي عيوب الحمد لله. بس انا ما جربتش ان انا اسوي فيه اكل، انا كل اللي جربته التسخين، عيش، اكل، لكن انا ما جربتش ان انا اسوي فيه اي اكل. بالنسبة بقى للاطباق اللي بتخش الميكرويف، معروف طبعا ان الاستانلس والالومنيوم والحاجات دي ممنوع ان هي تخش الميكرويف. اللي يخش الميكرويف هو الازاز، الاكروبال، يعني مثلا الصيني اللي زي كده، ده ممكن يخش الميكرويف عادي. في مثلا اللي هو ده ممكن يخش الميكرويف عادي. لكن طبعا الستانلس ده ممنوع يخش الميكرويف، لان هو بيتفاعل مع الميكرويف وممكن يعمل لا قدر الله شرز او حاجة، فانا ما بنصحش بيه خالص. بس كده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون مختلف عليكم كمان. وان شاء الله هعمل لكم سلسله كده للريفيوهات عن الاجهزه اللي انا جربتها شخصيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.